السلام عليكم إخواني أخواتي. اليوم في هذا الفيديو الجديد سنتكلم كذلك على موضوع المغرب والسنغال ونهاية كأس إفريقيا، تلك الليلة المشؤومة في تاريخ الكاف والكرة العالمية والمؤامرة الكبيرة. الإخوان، الإعلام المغربي مع كامل الأسف لا ما قدرش يبين بأن نهاية كأس إفريقيا مؤامرة كبيرة على الكرة المغربية. مع كامل الأسف ملي كنشوفوا أكبر مؤثرين على الساحة الآن، لا ممكن نعطيو أسماء بعض المؤثرين، بل مقدم، الماغودي، مجموعة من الناس اللي كان الهدف ديالهم هو الركراكي، هو الجامعة، هو يعني تتبان نظرة قصيرة جدا لكرة القدم وللمنتخب. تم التركيز على الخطط، على اللاعبين، على الفعالية، ولكن مع كامل الأسف عقولهم صغيرة جدا ولم يستطيعوا استيعاب المؤامرة اللي كانت وهنا كان كذلك نسجل كذلك أنه الركراكي كان وحيدا ولم يقف معه المسؤولون. مع كامل الأسف فرضت عليه تحت الضغط تبديل الخطة، فرض عليه تحت الضغط أنه يلعب بخطة لا يؤمن بها، تغيير لاعبين. الدليل أن المرابط خرج واللعب فقط بالعناوي، ولما ضرب العناوي في الرأس بان الخلل. ومع ذلك في الأخير من يتحمل المسؤولية هو الركراكي من طبيعة الحال، لكن أولئك الذين يهاجمونه سيفرون في جميع الحالات ولن يتحمل المسؤولية، لأن من يتحمل المسؤولية هو المدرب. على كل حال نعود للموضوع اليوم. لو موند كجريدة فرنسية ناطقة تقريبا باسم الدولة العميقة في فرنسا تخرج بالتقرير الآن تخرج بتقرير يعبر على أن السنغال خرجت من المقابلة انسحاب، واعتراف حكم الوسط في التقرير ديالو بأنه خروج اللاعبين السنغاليين. اليوم لا الصحافة الفرنسية ولا الأعداء ولا المتآمرين أصبحوا متيقنون أن المسألة لصالح المغرب، وأن الانسحاب، نحن نركز على نقطة الانسحاب، أن الانسحاب كان واقعة فعلية، وسيؤدي ستؤدي الكرة المغربية والدولة السنغالية ستؤدي الثمن غالي، لأنها انخرطت في مؤامرة كبيرة. هي كانت مجرد وظيفية لصالح فرنسا وابناتها الجزائر، وكذلك مع كامل الأسف الإعلام المصري الذي فضحته هذه كأس أفريقيا. خلاصة ختاما لهذا الفيديو القصير، أن شكرا لكأس أفريقيا التي أظهرت لنا حقائق ما كان لنا أن نراها لو سجل هدف دياز. شكرا لهذه النهاية التي أظهرت لنا الليلة من النهار. وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. شكرا لكم على استماعكم، وإلى فيديو لاحق. هذه كذلك كتعبر على